السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كلكم بخير. جيتكم اليوم في هذا الفيديو بأفكار جديدة. اللي عندها بنات وحابة تفرحهم، تعملهم مفاجآت، تعملهم أساور عندها هي في المنزل. الحاجة اللي تكون معمولة بيد الأم ما هي نفس الحاجة اللي بتشتريها لهم من السوق، وثاني تاخذي خبرة لك انت لنفسك ان شاء الله باذن الله تعالى. جبت لكم معايا انواع مختلفة. هذا نوع، هذا بتحطيهم على اشكال ثانية ان شاء الله ندير لكم فيديو ثاني، لكن اليوم فيديو عندنا هذا الشكل وهذا الشكل، هذا الشكل وهذا اليوم ما هو عندنا. ان شاء الله نديروا هذا الشكل وهذا الشكل باذن الله تعالى نعمله. هذا اصلا كنت جايبته من اجل شي ثاني، ان شاء الله فيديو ثاني نعرفوا هذا ليش انجاب بإذن الله تعالى. وهذا في أشكال مختلفة. اللي أول مرة يشوف معنا القناة يحطنا الاشتراك في القناة ويحط لايك للفيديو من فضله، ونبدأ على بركة الله. ناخذ 5 من هذا الشكل، وناخذ 5 من هذا الشكل. من بعد ناخذ هذا على كل طرف نحطه 7 نبدأ على بركة الله في الفيديو إن شاء الله. الآن نقوم بوضع الخمسة الأولى. هذه هي الخمسة الأولى حطيناها، ومن بعد نحط الخمسة الثانية. لازم يكون عندنا خيط وإبرة لازم. الآن نقوم بوضع 7 من هذا، طريقة 7 إن شاء الله. شوف معايا، درت هنا 7، عملت 7 هنا، حطيت 7 وحطيت 7 اللي 14 حب. اسمحوا لي عندي نزلة برد، صوتي ما واضح. قلنا انه درنا 14 في هذا الاتجاه، و14 في هذا الاتجاه. 7 عندنا خيطين مختلفين، 2 مختلفين، ونحطهم ان شاء الله. من بعد ناخذ إبرة، ندير إبرة ونحط فيه جات لي فكرة بنتي الآن، قالت لي لا يا ماما أنا حبتك تحطي لي كلهم باللون الأصفر، وعلشانها راح نبدله راح نبدله هذه الألوان، لأن السوار أصلا معمول اللي هي. قالت لنا لازم إني أغير، هي ما حابته. كملنا الجزء الأول،
الآن نبدأ في الجزء الثاني. قلنا في البداية أن كانت الفكرة إنهم 5 من هذا الشكل و5 من هذا الشكل، لكن السوار أصلا معمول لبنتي، وبنتي أصلا قالت أنها ما حبت هذا، حابة كله أصفر، علشان هي وعشان خاطرها إن شاء الله راح نعمله كله أصفر. هالسوار الأول والسوار الثاني إن شاء الله راح نحطه 5 من هذا الشكل وهذا 5 من هذا الشكل، ونقارن بينهم ونشوف إن شاء الله أيهم أفضل بإذن الله تعالى، وأنتم الحكم وتشوفوا إن شاء الله. لازم تكون الرابطة أول بعد ما تديري السلك في الإبرة، لازم تكون عندك ربطة قوية من بين هذا الخرز. عندنا هنا 5 وهنا 5. أقوم بهاي الطريقة، يكون على شكل دائري السلك، حلقة دائرية، ربط هذا جميع هذه الخرز اللي هي 10 خرز عندنا، نقوم كلهم بربطهم بهذا السلك من خلال الإبرة. نقوم بتدخيل الإبرة على في كل مرة في هذا الخرز، ال10 خرزات كلهم، عشان تكون عندنا ربطة قوية، ما يكون عندنا فيها خلل. من بعد ما نعمل الرابطة يكون هذا عندنا الشكل هنا جاهز، وهذا الشكل عندنا أصلا اللي عملنا في الجزء الأول. الآن نعمل الجزء الثاني إن شاء الله بنفس الطريقة. نقوم بتدخيل 7 من هنا و7 من الطرف الآخر إن شاء الله. للأمانة طلع حلو، ذوقها حلو، شوفوا. تبارك الله. طريقة سهلة، فقط لازم يكون الربط قوي عشان ما يفتصل الجهتين، ويكون بهذا الشكل إن شاء الله. إن شاء الله يكون عجبكم. آسفة سقط من فوق هذا، شوفوا مرة ثانية. عندنا شوفوا معايا، قصته أنا علي كيف طلع. تبارك الله. للأمانة أنا عجبني أيضا. ممكن إنك تعمليه لبنتك عندك، تستاهلي انتي تعمليه منها، انتي تاخذي خبرة وهي تفرح بهذا الشكل. اصلا عملته لبنتي، هي شافته وعجبها، قالت لي ماما شكرا. ان شاء الله يتقسوا عليها ونشوفه بإذن الله تعالى عليها إن شاء الله. هي شو تبارك الله. إن شاء الله يكون عجبكم. وصلنا لآخر الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. واللي عندها أفكار ثانية تجيب لنا تقول لنا في التعليقات، نعمل لغة ثانية معاها بإذن الله تعالى. وإن شاء الله في الفيديو الجايين إن شاء الله يكون في أفكار كثيرة إن شاء الله نجربوها مع بعض إن شاء الله. ولا تنسوا اللي ما عملنا لايك يعملنا لايك، يشترك في القناة اللي ما مشترك، فضلا وليس أمرا. وإلى اللقاء إن شاء الله.